نتكلم عن نضارة البشرة. آخر سنابات راح أحط لكم مثالين عليهم، بس أبيكم تركزون على المشكلة، هل هي عن أسباب خارج عن إرادتنا أو سلوكيات إحنا نسويها؟ للأمانة هي من الشيئين. لازم تعرفون أن تركيبة الجلد تصير عبارة عن طبقات، في شيء نسميه الديرمس الطبقة الخارجية، والإبيديرمس. الإبيديرمس هو اللي فيه الكولاجين والإلاستين المسؤول عن شد البشرة وهالأمور. الإبيديرمس فيه 3 أنواع من الخلايا، منهم اللي هي نسميها الميلانوسايت، هي المسؤولة عن لون بشرتنا، الصبغة اللي تفرزها. إذا زادت هذه الصبغة عن الحد يبتدي يصير لون البشرة غامج بمناطق غير عن غيرها، فتبتدي التصبغات والكلف اللي احنا نشوفهم. شنو السبب دكتورة؟ الحين أقول لكم الأسباب. أسباب الكلف الخارج عن إرادتنا تصير أن تكون عوامل وراثية، العائلة كلها فيها كلف، ويصير يعاند العلاجات سواء كريمات موضعية أو تروح العيادات تسوي لها تقشير وهالأمور، فتصير عنيدة وصعبة العلاج. لكن في أسباب للكلف إحنا السبب فيها. أول شيء ما نستخدم كريمات فيها نسبة تفتيح، أو ما نسوي تقشير للبشرة يومي، حتى لو كريم بالليل للتقشير وإحنا معطين وايد أمثلة عليها. وأهم نقطة، ما تحطون الحماية لما تطلعون الصبح، وهذا أنا مليون مرة قالت لكم إياه. تغسلون وجهكم ما تبي تحطون ولا شيء، على الأقل حطوا كريم الحماية في نسبة ترطيب ومنه يحمي من أشعة الشمس اللي تزيد من الصبغة هذه وتسبب الكلف والتصبغات. شنو علاجها؟ طبعا قلت لكم الكريمات الموضعية متكلمة عنها وايد بالانستغرام، تكلمت عن أنواع راح أذكر منها شيء على السريع، واليوم راح أحط مثال آمن حتى للحامل والمرضع. قبل لا نروح حق طرق التقشير اللي تخلصنا من الكلف والتصبغات، في أسباب أخرى. يصير حساسية بالوجه، تصير حمراء، ما تعالجونها تبتدون تحكون، عقب الاحمرار هذا يصير في سواد، هذا يسمونه تصبغات. كذلك إهمال ترطيب البشرة يسبب جفاف ويسبب حكة ساعات ويسبب تصبغات بالبشرة. احتكاك وخشونة البشرة يسبب كذلك تصبغات بالبشرة. شنو العلاجات الحين نبتدي نقولها؟ في أشياء وايد ذكرتها بوزارة الصحة موجودة، منها مؤشرات الرتين A، منها الدفرين والأكريتين اللي توضع يوميا بالليل، وما يفضل تنحط الصبح، وإذا انحطت ينحط بعدها حماية. في السكين أورين وهو من أخف المقشرات. في كذلك أحماض الفواكه، حطت لكم إياها من قبل. في كذلك الأشياء اللي أخف من هذه على البشرة وآمن الحامل والمرضع اللي اليوم بتكلم عنها، واللي فيها تفتيح أكثر من منها تقشير، اللي تكون فيها الألفا أربوتين. اليوم بحط مثال حق سيرامين. السيرم الأول لتفتيح مشكلة الكلف اللي قلنا عنها، وهو خالي من المواد اللي قلتها اللي هي موجودة بالأكريتين والدفرين، وكذلك آمن للحامل والمرضع في ألفا أربوتين. هذه من الاختيارات اللي تفتح أكثر مما أنها هي تقشر بشكل واضح وتهيج البشرة، وآمن للحامل والمرضع. أما للنظارة دائما وأبدا أقول فيتامين سي، دائما وأبدا البراند اللي تبونه. اليوم بحط مثالين، بحط شيء فيه ألفا أربوتين وفي وايد خواص حلوة خلتني أحطه، وبحط مثال على الفيتامين سي كان أفضل من المثال اللي تكلمت عنه قبل، وقلت لكم أنا دائما أشارككم كل شيء. هذا طبعا شوفوا خلصته، هذا المثال اللي كان قبل، بس المثال اللي اليوم بحطه فيه مميزات كثيرة عن المثال اللي حطيناه السابق. فبنحط شيء للتصبغات والكلف في ألفا أربوتين، وشيء للفيتامين سي. كبتشروهم الحين وبعدين ببتدي أشرح عليهم.